كلنا. عيب البتالون ما يطلعش منها نائب مجلس الشعب، مش لازم سمير الجنباوي، اختاروا الاصلح والاشرف. عيب البلاد الصغيرة بيقولوا لنا احنا لبسنا البتالون طلع. عيب الواحد بيتألم، بنبقى قاعدين في قلب الفرد بنتقطع ونتألم ونبكي، بنبكي على بلدنا، مش بنبكي على نفسنا، لان احنا اللي بنعمل في نفسنا. بلدنا قيادات وبلدنا علماء وبلدنا فيها ناس الدنيا كلها تعرفها، العالم كله يعرفه. البتالون لها اسم، وعشان كده انا عامل في كل البتالون هقولهم لكم عشان استاذ احمد هتلاقي باذن الله جبال بتتكلم بتهد جدران هتهد مصلحه المواطن البسيط عشان مشاكلنا وهمومنا هنتكلم وشوفوا هنعمل ايه، والكلام ده بنقوله في الفضائيات وفي التلفزيون وفي الصحافه وما بنخافش الا من ربنا. بس هي المشكله البلد تطلع وما تختارش سمير جنباوي، اختار واحد اي واحد من البتالون. احنا 4 من البتالون مرشحين، طلعوا ناس من البتالون. عيب البتالون كده من الناس، عيب علينا كلنا. وعشان كده انا بقول قوموا يا بلدنا، قوموا يا بلدنا يا بتالون، قومي بقى. عيب عليكي حالك بكى، عار عليكي الكرسي اشتكى، وقال رجعوني بلدي بقى. ليه في بعضنا معرضين؟ زاد الصداع عشان مين؟ اصحوا بقى ومحنا الصغيرين عشان خاطر الناس الطيبين. لازم يخرج الصمتين، لازم يخرج الصمتين ويحط صوتهم لمرشح امين، مش سمير جنباوي، لمرشح امين اللي بتلاقوه اللي هيخدم البلد اختاروه. ما احنا شبعنا من النواب السابقين، شبعنا من النواب السابقين. قوموا يا بلدنا خلي هبتك ترجع تاني، قوموا يا بلدنا خلي هبتك ترجع تاني. قوموا ده انت متي واللي موتك، قوموا ده انت متي عيدي مجدك من تاني. قوموا يا بلدنا عيدي مجدك من تاني. ده اللي طول عمرك عظيمة. قوموا يا سيدنا، ده البتالون لها اسم وقيمة، مش عيب علينا كلنا نصرف بلدنا وعمرنا. لازم نرجع اسمنا، لازم نرجع مجدنا، لازم نرجع كرسينا، لازم نرجع ارضنا ونبقى حلوين مع بعضنا. هي دي بلدنا البتالون دمنا. شكرا. انا اقول لكم حاجه لمصر، وطبعا كلكم بتحبوا مصر اكتر مني وانا عارف، كلنا بنحب مصر، مفيش حد بيكره مصر. بقول عشانك يا مصر، يا مصر بحبك حتى لو بتكرهيني، وضحي عشانك بنور عيني، وارد جميلك يمكن تنصفيني، ولما بغضب منك بتناديني، ولما بغضب منك بتناديني، وتفتح دراعك وتحضريني. بنسى الزعل لما تدفيني، بنسى الزعل لما تدفيني، وترجعيني طفل لما تضميني،
بشتاق لفكرك وانت بترويني، ولما بغيب عنك بعدك على عيني، لما بغيب عنك بعدك على عيني، وابقى في لحظة موت، وابقى في لحظة موت حكمك بيحييني عشان بحبك وهبتلك روحي، وتطوي مني وشاوري وشوفي قبل ما تندهي يا شافية روحي، هدافع عن ارضك لو هيطلع روحي. ده الكرامة اللي علموها لي جدودي حتى لا يدنسوا ترابك عاداتي. شكرا على خير. فانا بقول لكم عملت حاجة اسمها حدوتة مصرية، بقول مصر بخير، مصر بخير، اتبشروا خير وتعشموا خير، وهيجي بإذن الله الخير. هو صحيح الخير سرقوه، صحيح الخير سرقوه وضربوا الشعب ونهبوه. هو صحيح الخير سرقوه وظلموا الشعب وجوعوه عشان يبقى فيتهم لجان يحركوه، واللي يتكلم او يتنفس يتابوه، اللي يتكلم او يتنفس كان بيتابوه، كانوا بيتابوه. امال ايه؟ ده كانت لو الظلم ما توحدوه. كانت تكية، كانت تكية مصر متوزعة على شوية حرامية، وكنا احنا السبلية اللي شغالين عندهم فلوسية. هو كان حد بيقدر يقول حق فين يا فندية؟ حد كان بيقدر يقول حق فين يا فندية؟ رضينا وعشنا، رضينا وعشنا. ويا ريت سكتوا الحرامية، يا ريت سكتوا الحرامية. ده النواب السابقين كانوا في مجلس الشعب او الطاغية، النواب السابقين كانوا في مجلس الشعب او الطاغية، ما هي كانت تمثيلية. تفصلوا قوانين على قد ابن الست هنية عشان يمسك الحلو رئيس جمهورية. ودي كانت نهاية العصابة الحرامية. لما انتفض الشعب قام بثورة فدائية، انتفض الشعب قام بثورة فدائية عشان يطهر مصر من الحرامية ومن الحكومة السابقة البلطجية، الحكومة السابقة البلطجية اللي اعتقلوني وعذبوني عشان قلت فيهم عيش غاز بطالة حرية. وهفضل اقول عيش حرية عدالة اجتماعية. مش هخاف، مش هخاف. مات من قلب الخوف، مات. ما خلاص بقى كل حاجة عم تشوف، ما الشعب بقوته
كسر حاجز الخوف. شكرا، اشكركم.